مديري حبيبنا والغالي علينا، مدير شركتنا. الشركة ماشية وكبيرة وعالية بفضل تطور حضرتك وفضل وجود حضرتك معانا، انك دايما ما بتستخسرش حاجة في الشركة، انك دايما حضرتك بتعمل على مصلحة الشركة وبتدعمنا وبتقوينا. احلى مدير في الدنيا. حبيبي يا سيحة، حبيبي يا اخويا، ايه الاخبار؟ انت عامل ايه؟ بس انا مش مرتاح للدخله بتاعتك دي يا سيحة. في حاجه محتاجها ولا ايه يا حبيبي؟ قول لي لو في حاجه محتاجها. لا خالص يا احلى مدير في شركتنا والشركات المجاورة كلها، يا افضل مدير في الدنيا دي كلها. انا عاوز سلامة حضرتك، انا جاي اسلم على حضرتك واقول لك كل سنة وانت طيب، بمناسبة ان العيد خلاص قريب. واقول لحضرتك بقى ما تحرمناش من الكحك والبسكويت بقى، فاهمني؟ ظبطنا بقى يا استاذ ميحة، روق علينا بقى، احنا ناسك وموظفينك. سيحة، شغل العنطة ده ما بياكلش معايا، فمن الأحسن إنك تخش في الموضوع على طول. مفارقة جميلة ومبسوط بيها جدا، وأنت طيب وبخير يا حبيبي، وبعود الأيام عليك بالصحة والسعادة يا أخويا. حبيبي يا سيحة، حاجة تانية يا حبيبي؟ يا سيدي مدير، انت حبيبي وانت عارف ان انا بحب حضرتك قد ايه، يعني جدا 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 جدا. بس كان ليا طلب صغير جدا قد كده عند حضرتك، يعني لو حضرتك تنفذهولي هبقى مبسوط بيه جدا 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 يعني. طبعا يا حبيبي، أمورني. أنت عارف إن أنا ما أتأخرش عنك يا سيحة، أنت عارف إن أنا بحبك قد إيه يا حبيبي. خش في الموضوع يا حبيبي، معاك. والله يا سيادة المدير، احنا دلوقتي داخلين على عيد بقى، وحضرتك عارف الواحد بيبقى عايز يشتري لبس، عايز يشتري هدوم، عايز يشتري كوتشايه كده وشويه حاجات يعين بيهم. فكنا انت فاهمني طبعا يعني، فكنا كده فاهمني، عايزين بقى نظبط التظابيط يعني. ماشي ماشي حبيبي. طبعا طبعا يا حبيبي، انا عارف ان احنا داخلين على عيد، انت جبتش حاجه جديده. ايوه العيد كمان كام يوم. ايه بقى المهم؟ مش فاهم يعني ايه ده؟ مش فاهم انا. انت ايدك وجعاك في حاجه؟ قول لي لو ايدك وجعاك في حاجه يعني، قول لي هساعدك. يا سيادة المدير ايه، انت اتعصبت ليه كده؟ لا هو انا ايدي مش وجعاني خالص، يعني ايدي مش وجعاني، يعني ايدي سليمه جدا جدا. هو بس يعني مستحيل تكون حضرتك مش فاهم يعني. كل سنه وانت طيب، يعني كل سنه وانت طيب، العيد سعيد وهيصه وبلالين وكاوتشات وهدوم، كل سنه وانت طيب. وانت طيب وبخير يا حبيبي. ايه في ايه برضه؟ ما فهمتش. خش في الموضوع. وقت انا عايز فلوس، عايز فلوس. قول لي انت عايز فلوس ولا سياحه ولا لا؟ قطع الزمن اللي يقول كده يا سياده المدير. مين اللي قال الكلام ده؟ احنا عايزين فلوس؟ احنا راس مالنا وحياتنا كلها للشركه وفدا الشركه، وفدا كل حاجه. ما حدش قال كده خالص، ما حدش قال فلوس، فاهمني؟ ما حدش قال خالص. وما فيها يا حبيبي، ما تنجز. انا مش فاضيلك، انا عندي حاجات مهمه كتير اهم من التفاهه اللي انت جاي تتكلم فيها. ما تنجز يا حبيبي. حاضر هنجز اهو، بس ما تعصبش، ما تضايقش نفسك. انا كنت عاوز المرتب. عاوز ايه يا حبيبي؟ مرتب ايه ده؟ انت اصلا المرتب يا ريس، المرتب بتاع الشهر. انت مالك مصدوم ليه كده؟ مالك كده يا حبيبي؟ ما تخافش مش هضربك، انت اتفه من كده بكتير. بص يا حبيبي، انت مالكش مرتب الشهر ده. انت غايب لي 30 يوم، وواخد زيهم 5 مرضي، وواخد لي 10 ايام اجازه ثانوي، وجاي تقول لي عايز مرتب؟ لا يبقى احنا المفروض ناخد منك بقى، مش احنا اللي نديك يا عم سيحة. انت جاي بتهزر، وماليش شعارات مالنا وبتاع وكل ده للشركه. انت جاي تهزر يالا. بقول لك ايه، انطر علشان ما ازعلكش. اتكل على الله، دفتر الخصومات معايا، هطلع لك امضيلك على خصم الشهر الجاي. هتمشي ولا اكتبه؟ تحور. ليه كده يا ريس؟ خلاص يا ريس، خلاص. طيب احسن يا ريس، انا مش عاوز خلاص مرتب، خلاص. طيب احسن نعيد كده مش هتفرق يعني، نعيد بالهدوم بتاعتنا مش هتفرق يا ريس، مش هتفرق خلاص. ما تضايقش على نفس حضرتك خالص، مفيش حاجه مستاهله ان حضرتك تضايق نفسك. طب يا ريس يعني العيد داخل علينا، مفيش كده علبة كحك، بسكويت، بتاع اي حاجه عشان نعيد زينا زي الناس كده، ونقول شركتنا الجميله مسيطره بقى ومسيطره علينا، انت فاهمني؟ اي حاجه بقى، اي حاجه ظبطنا بقى يعني يا مديرنا. وماله حبيبي، وماله كحك وبسكويت. بقول لك ايه،
هي فين ورقة التارجت بتاعتك؟ بصيت فيها يا سيحة ولا لا؟ قولي. الصراحة يا ريس فتحتها ولقيت نفسي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله محقق تارجت محدش حققه. يعني اللهم لا حسب، زيرو منور في الورقة، زيرو زيرو كده منور ما شاء الله، يعني ما شاء الله، اللهم لا حسب. بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبي. شايف بقى الورقة بتاعت التارجت والزيرو المنور اللي عامل زي الكعكة دي؟ هي دي هدية الشركة ليك يا سيحة. خدها معاك يا حبيبي وانت مروح، ولو عايز الفها لك في علبة الفها لك، وسقيها في الشاي بلبن وبالله واشرب ميتها، وكل سنة وانت طيب يا حبيبي. عيد سعيد عليك. قلت رياض. طب ثانية معلش قبل ما امشي خالص، يعني ايه ليه يا مدير؟ ليه بتذلني الذلة دي؟ ليه؟ انا جاي اعمل لك يعني بهجة في الشركة، انا اللي حافظ الاوردرات، انا اللي بجيب لكم الفطار، انا عامل لك بهجة في الشركة حلوة، مش عارف انت بتضحي بيا ليه كده بمنتهى السهولة وعمال تذلني وتعاير فيا ان انا ما بحققش تارجت، بس محقق لك بهجة في المكان وفرحة وصيد وزيطة وزيطة يا مدير. خش في الموضوع على طول يا ابوك، حكاية انت خش في الموضوع. احنا خلاص يا مدير حلينا موضوع كحك العيد وحلينا موضوع العيدية، اجازة العيد بقى، يعني احنا من حقنا برضه ان احنا نريح شوية، انت فاهمني؟ نريح بقى وناخد بريك وناخد ريست كده بقى، نقعد في البيت بقى نريح ونفضي دماغنا علشان نرجع الشغل بقوة كده حلوة قوي، يعني فاهمني؟ نبقى كده ناس فايقين قوي، فاهمني؟ انت عايز اجازة سيحة صح؟ بص يا حبيبي، عارف الورقة اللي انا اديتها لك بتاعت التارجت ابو كحكة ده؟ حلو. هتقطع نصها، نص هتاكله بعد صلاة العيد في الشاي بلبن، والنص التاني تجيب نفسك بالكحك بتاعك وعلى الشركة وتفطر معانا هنا. فاهمني؟ وكفاية ان انا سبتك تنام الليلة بتاعت العيد وتروح تصلي. نعم يا مدير يا حبيبي، اتفضل. ايه؟ كحكي والشاي بلبني وكل حاجه واجي افطر هنا؟ لا ده كده كتير بصراحه، كده كتير، يعني حتى انت مش موفر لنا اللبن؟ لا كده كتير يا مدير بصراحه، انا تعبت من النظام ده، مش هيمشي معايا. لا انت معاك حق يا استاذ سيحة، انا ظلمك وجاي عليك قوي، علشان كده هكون مرن معاك شوية، عشان بس تعرف غلاوتك عندي يا استاذ سيحة، انما غير كده كنتش هتنازل ابدا. ايه يا مدير، يعني هتجيب لي حلويات وحاجات زي كده؟ انا قلت برضه ان انا مش ههون عليك، قلت برضه ان انت قلبك طيب وانا مش ههون عليك تعذبني العذاب ده يا مدير. حبيبي. ايوه طبعا يا حبيبي، وهتسمع بنفسك دلوقتي. يا عم الاستاذ سيحة هيشتغل هنا في المكتب وهيعمل نبطشيات معاكم ليل نهار طول ايام العيد والايام اللي جايه دي كلها، مفهوم يا رجاله؟ هيقوم نبطشيات معاكم، شغل في شغل ووفروا له كل اللي هو عايزه، بس شغل، فاهمين يا رجاله؟ سلام عليكم بقى عشان انا مروح علشان تعبان. منور يا استاذ سيحة، ده انا همرمطك عشان تحقق التارجت بعد كده. سلام يا حبيبي، يلا. ايه ده الاستاذ سيحة بقى مش انا، سلام عليكم. انت بتهزر؟ انا لازم اجري، لازم اخد موقف ان انا اجري قبل ما يمرمطني المرمطه دي، ان انا لو قعدت هتمرمط معاهم وهيمرمطوني. بقول لك يا مديري، انا كنت عايز اقول لك على حاجه من زمان. امك في العيش ولا طارق؟